السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على قناة محمد عصام. دلوقتي هنتكلم النهارده بموضوع مرتضى منصور واللي حصل قدام مجلس الدولة. انت مين يا عم؟ انت عامل بعبع للناس ليه يا عم؟ انت ما بتاخدش وتدي ليه مع الناس وبتاع؟ ما هو من حقه يسألك، هو راجل زملكاوي ولا حتى زمهلكاوي ولا متزملك ولا متنيل؟ واحد بيسألك بيقولك فين الصفقات؟ ما ترد عليه رد زي البني ادمين. اللي يلا انت يلا مش عارف معمول علينا، يلا انت من الزملكاوي، يلا انت خلاص. هو انت اللي بتقرر مين اللي يخش الجنه ومين اللي يخش النار؟ ده زملكاوي ولا مش زملكاوي؟ ومين جوز الخرفان ان انت جايبهم وراك دول وماشيين لي ولا هيضربوا الواد وبيصغروا للواد وبيبصوا له وبتاع؟ عيال ملهاش اي عايزه ولا لها اي لازمه. خلي بالك الناس لو ابتدت تفوق وهتصحصح، لا انت ولا اللي وراك اقسم بالله العلي العظيم حاجه هتنفعك. واحد من الشعب زملكاوي اهلاوي اسماعيلاوي اي حاجه زفتاوي بيسالك بيقولك ايه الصفقات الضرب اللي انت جايبها؟ بيسالك بيقولك فين الصفقات يا سياده المستشار؟ بيقولك انت زرعت وما حصدتش. لا انت زرعت ولا انت حصدت. احنا هنكدب على نفسنا؟ ما انت كده اساسا الصفقات اللي انت جايبها كلها فاشله. الصفقات اللي انتوا جايبينها كلها فيها سمسره وفيها عمولات. مصطفى شلبي دوت ياخد 12 مليون في السنه يا راجل. يا طيب يا راجل ده ما بيعرفش يباصي تديله 12 مليون؟ وبعدين هو يا عم الراجل ما غلطش فيه. ايه اللي كل لما يتكلم معاك ايه بتقول انت زملكاوي؟ انت حضرت الجلسه؟ يا عم الراجل جاي شغله، عنده جلسه زيك برضه، راجل محامي وعنده جلسه جوه مجلس الدوله. هو بتاع ايه اللي هو يجي يحضر لنادي الزمالك مشكلته القيد؟ هو ماله؟ تقول له ايه بس كده انا عرفت، يلا هذا انت مزوق علينا، يلا هذا انت مش زملكاوي. يا عم خلي اسلوبك حلو بقى، يا عم خلي اسلوبك حلو. الناس طهقت وقرفت. الراجل بيسألك انت فين الصفقات السوبر؟ كل الصفقات اللي انت جايبها دي ضرب. زكريا الوردي جه قال لك نفسيتي تعبانه ومشي. الزناري، مصطفى شلبي، عمرو بيه السيسي، سامسون من غير شاحن، الواد اللي اسمه ابراهيم النضاي، كلهم صفقات فعلا ضرب. انا كراجل اهلاوي انا بقالي كتير قوي ما شفتش الزمالك بالشكل ده. الزمالك بيتغلب دلوقتي جوه ارضه في افريقيا وفي وسط جمهوره من فريق شباب بلوزداد. الزمالك بيتغلب في الدوري من فاركو 3 ومن الاهلي 3 ومن غزل المحله، وبيتغلب من اسوان وبيتعادل مع الداخليه وبيتعادل مع الاتحاد، ولسه اللي جاي اسوأ. الزمالك بيتغلب في الطايره والسله واليد، كل الالعاب دلوقتي الزمالك بيتغلب فيها. ما ترحل يا عم وتمشي. يا عم الدنيا دي صغيرة، هتنتهي، هنموت. سيبها لغيرك، سيبها تدور لغيرك. هي مش توريث. لا جمال هيجي بعد مبارك ولا امير واحمد هيجوا بعد مرتضى. اتق الله يا عم في نادي الزمالك، خلي النادي يفوق، خلي يبقى فيه كورة حلوة في مصر. دلوقتي الدوري ملوش اي لازمة بسبب ان الزمالك واقع. احنا عايزين منافسة، عايزين الزمالك يقف على رجله تاني، عايزين الزمالك يوصل نهائي افريقيا تاني مع الاهلي. مش الاهلي اللي بقاله 3 سنين عمال يوصل نهائي. يعني اخد بطولة 20 واخد بطولة 21 واوصل نهائي 2022 واخسر بمؤامرة. وقلنا ماشي اوصل 3 مرات كاس عالم وانت لسه عمرك ما شميتها ولا ركبت الطيارة بتاع كاس العالم. خلي الزمالك يفوق يا عم مرتضى، سيبها لغيرك. شوف حازم امام، شوف حسين لبيب، شوف حد من الناس المحترمة دي. انا مش عارف اقول لكم ايه. لك الله يا جمهور الزمالك، ولو عجبك الفيديو ما تنساناش باللايك واعملوا اشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس. السلام عليكم.